السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. بمناسبة العام الجديد، كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة، ويا رب يكون كده سنة حلوة قوي علينا وعليكم وعلى الأمة العربية كلها. ان شاء الله هنعمل كده مع بعض عصير جميل جدا فريش بمكونات بسيطة وكله فيتامينات، وفي فيتامين سي علشان طبعا انتوا عارفين البرد بقى والايام ديت، فده بقى مفيد جدا جدا للبرد. تعالوا بقى يلا بينا نسمي الله ونخش نشوف المكونات والطريقة. معانا بقى ايه؟ 3 ثمرات كيوي مغسولين طبعا ومتقشرين زي ما انتوا شايفينهم كده، ومعانا ثمرتين جوافة مغسولين برضو جدا، قطعنا فوق الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت، ومعانا وحدتين موز. دي ما تقشرهمش الا لو انت على طول هتضربيهم في الخلاط عشان ما يسودوش منك. ومعانا كوباية مية كبيرة ونص كوباية سكر وفانيليا على طرف المعلقه، يعني ايه فانيليا صغيره جدا على طرف المعلقه عشان ما يمررش. ولو انت عايزه تبدلي بقى الميه بلبن جميل جدا، ولو عايزه تبدلي السكر بالعسل الابيض برضو حلو جدا، تبع راحتك. جبنا بقى طبعا اول حاجه الخلاط، وحطينا الجوافه كده قطعناها كده قطع، وحطينا عليها كوبايه الميه. ليه بقى؟ عشان نضربها الاول وبعد كده ايه هنصفيها من البذر بتاعها، علشان ما ينفعش ان احنا نصفي بقى الموز ولا الكيوي. خلاص كده اهو صفيناها، طلعنا البذر طبعا كله اللي فيها، وعملنا ايه بقى؟ يعني غسلنا الخلاط علشان لو في باقي شوائب من البذر بتاع الجوافة ما يبقاش مع ايه، مع الكيوي والموز. خلاص على كده جبنا بقى الخلاط تاني بعد ما شطفناه، وحطينا بقى فيه ايه عصير الجوافة اللي احنا عصرناها وصفيناها. قطعنا بقى الكيوي كده قطع حطيناها عليه، وكمان قطعنا الموزة على طول. الموز برضو كان مغسول كده وقشرته انا على طول، قطعتها برضو كده قطع وحطيتها عليهم كده في الخلاط على طول. ونص كوبايه السكر دي، وقلنا زي لو انت عايزه تبدليها بعسل ابيض ماشي. وبرضو الميه قلنا قبل كده برضو لو انت عايزه تبدليها باللبن حلو او براحتك، بس انا المكونات دي معايا يعني ايه حباها انا، وطلعت كده ايه مظبوطه وجميله جدا. ضربناهم بقى كلهم في الخلاط مع سنه الفانيليا الصغيره جدا، ما تكتريش علشان ما تمررش. جيبي بقى الكاسات بتاعتك بقى او الكوبايات اللي انت هتصبي فيها وتقدميها، صبيهم. بصي بقى عصير عايزه اقول لك جميل جدا، حلو قوي قوي ومفيد، والفيتامين السي فيه طبعا عالي عشان البرد اللي احنا فيه دوت، وجميل ويعني وحلو قوي. جمليه بقى بقطعه الكيوي كده وقدميه بقى، يعني عايزه اقول لك حاجه فوق الوصف. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه ديت بنفس الطريقه دي وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، واللايك، وتقولوا لي ايه رايكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.